طب يا شباب، يوم جديد والنهارده تمرينة فول بادي من الجدول بتاعي، وده أول يوم بركز فيه على الرجل. كل شيء قدير يا أيها الناس. النهارده بيبقى أول يوم في الأسبوع في الفول بادي، بيبقى التركيز فيه على الرجل. بخش شكلين للرجل، أول شكل بيبقى الكوادريسبس وتاني شكل بيبقى الهامسترنج. بحب أقسم الكوادريسبس، أخش لها شكل سكوات، بخش مجموعة واحدة، وده عشان أوزع الإجهاد على التمرين كله، ما يجهدنيش كتير، وكمان عشان أنا بحب ألعب السكوات وبحب أكسر فيه أوزان. بعد كده بقوم جاي داخل مجموعتين ليج اكستنشن، وبعد كده بقوم جاي داخل شكل واحد هامسترنج اللي هو اللاين كيرف. ليه البني ادم اخ علي بعد ما يصحى يصلي الفجر يجي الجيم عشان يصور تمرينه والجيم فاضي؟ طب ما الواحد كان كل ونام وخلاص وصحي على الشغل على طول. بس الحقيقه هي الحياه عمرها ما هتمشي غير كده. يعني انت مطالب بالسعي لاقصى درجه، تعمل كل اللي عليك، مالكش دعوه بالنتيجه. ممكن تيجي دلوقتي، ممكن تيجي بعدين، ممكن ما تجيش خالص يبقى في حاجه احسن جايه لك. بس انت مطالب بالسعي، حتى عشان بينك وبين نفسك تبقى راضي عن نفسك، تبقى حاسس ان انت بتعمل اللي عليك. لو خدت بالك بقى هتلاقيني كنت ماسك من هنا من البدا نفسها، مش ماسك من المقبض. ده ليه؟ ده عشان انا قصير، فانت لما بتيجي تمسك من قدام بحس ان انا مش عارف اثبت وسطي كويس في الجهاز. واهم حاجه اصلا في تمرين الهامسترنج ده ان وسطك يبقى تارس في الجهاز، عشان اعمل الترسه دي واحرك الخلفيه بس هي اللي تزق الوزن. بمسكه من هنا، فده بيديني ثبات اكتر في الوزن. فدي حاجه يعني ايه الواحد يكتشفها مع الخبره كده يعني. بعد ما بخلص اشكال الرجل بخش العضله شكل، كل شكل مجموعتين. ولو عاوز اخش شكلين العضله بلعب كل شكل مجموعه واحده. وانا بخش مجموعتين ليه مش ثلاثه؟ علشان ده العدد المجاميع المناسب للدايت بتاعي دلوقتي والارهاق بتاعي على مدار الاسبوع، بناء على شغلي وتمريني واكلي وكل ده. لكن هو المجموعتين مش حاجه اساسيه، او ثلاثه حاجه اساسيه. ممكن واحد تاني يلعب ثلاثه، يلعب اربعه، يلعب خمسه، كل واحد حسب الدايت بتاعه وحسب الارهاق وحسب يومك ماشي ازاي.
طبعا في ناس بتستغرب الفول بادي اللي هو ازاي انا لاعب رجل اخش البنش بعد كده اخش ظهر. الفكره ان انت عادي زي اي تمرين عادي خالص، بعد ما بتخلص العضله اللي بتلعبها وهتخش عضله جديده تعمل لها ورم اب. يعني انا بعد ما خلصت رجل سخنت الابر بادي كله، بعد كده دخلت مجموعتين تسخين في الصدر، بعد كده دخلت المجموعه الاساسيه، وقبل الظهر بس هخش مجموعه واحده تسخين واخش الظهر، واخر شكل هيبقى باي مش لازم تسخين خلاص، انت اوريدي هي سخنت في الظهر قوم جاي داخلها على طول. ناس كتير بقى هممها موضوع الجينات ده، ويعني تقريبا بيبطلوا جيم عشان حوار الجينات، فاكر ان هي انت خلاص لو جيناتك وحشه يبقى انت عمرك ما هتعمل عضله. طب انت منين هتعرف ان جيناتك حلوه ولا وحشه لو ما جربتش اصلا؟ بعدين انت ليه حصرنا الموضوع في الجينات؟ انت ظبطت نومك، ظبطت اكلك، ظبطت تمرينك، متابع تمرينك بالارقام، عارف انت كل مره بتلعب بايه وهتتطور عند ايه، عارف احتياجك من البروتين اليومي وبتاخده وماشي عليه فتره طويله. في ناس كتير بتشك في جيناتها قبل اصلا ما تكون ظابطه كل العوامل دي. انت لو ركزت على كل ده واستمريت عليه فتره طويله صدقني هتكتشف ان موضوع الجينات ده انت كنت مديله اكبر من حجمه بكتير جدا. ليه انا بتمرن بنظام الفول بادي؟ هل نظام الفول بادي يعني هو احسن نظام في التاريخ؟ الحقيقه مفيش حاجه اسمها احسن نظام في التاريخ. انا بتمرن فول بادي عشان ده اللي ماشي مع نظام يومي. انت ممكن يبقى ماشي معاك البوش بول، ممكن تبقى بتحب تلعب الابر لور انتيريور بوستيريور، فمفيش حاجه اسمها نظام احسن من نظام. تاني حاجه الناس بتقول لك ازاي في نظام الفول بادي ازاي بتلعب العضلات كلها في يوم واحد والارهاق بتاعك بتعدله ازاي. الفكره ان انت مش هتحط التمارين التقيله كلها في نفس اليوم. بمعنى انا النهارده لعبت سكوات، اكيد مش هاجي العب في الصدر بالبار عشان التمرينين تقال وبيحتاجوا مجهود كبير فهلعب دمبل. اكيد مش هاجي العب في الظهر بالتي بار واشيل اوزان تقيله، لكن ممكن العب لات بول داون، لان ممكن لات بول داون
الارهاق بتاعه مش عالي. كذلك الباي والتراي والكتف انا مش هلعبهم كلهم في نفس اليوم، انا هختار النهارده الباي، ممكن يوم تاني العب تراي وكتف، اليوم اللي بعده العب باي بس العب مثلا هامر ما العبش باي كيرل. فالفكره ان انت هنا بتوازن بين توزيع التمارين وتوزيع شدتها علشان اجهادك. فالخلاصه ان انت هنا مفيش نظام احسن من نظام، انت بتشوف ايه اللي يمشي معاك وتعرف تستمر عليه لاطول فتره، ساعتها هو ده احسن نظام. الشرط الوحيد بس حاول تختار النظام اللي يخليك تمرن العضله اكتر من مره في الاسبوع. وده كان كل حاجه في اول يوم في نظامي في الفول بادي. قول لي انت حابب تشوف مني تمارين ايه تاني؟ لو حابين نظام الفول بادي ممكن اكمل لكم السلسله كلها، لو عاوزين تشوفوا تمارين على اي نظام تاني اكتبوا لي في الكومنتات، واكتر نظام الناس هتتجمع عليه هو ده اللي هصوره.